السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة هقول لكم ازاي نعمل الممبار الضاني ده بأحلى خلطة كده واحلى طريقة وبسرعة هنحشيه، وهقول لكم على احلى طريقة ليه. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يلا حطي لي لايك. اول حاجه كده معايا الممبار بتاعي بعد ما نضفته وغسلته كويس جدا، وفي فيديو لتنظيف الممبار وطريقه تنظيفه بكل سهوله موجود ان شاء الله في القناه. معايا كده 4 بصلات، يعني هم حجمهم صغير شويه مش كبار قوي. لو 3 بصلات حجمهم متوسط كده هتعملي بصلتين وهتسيبي بصلة على جنب. انا هنا عملت بصلتين وسبت بصلتين على جنب. بصلتين حطيتهم على النار كده وحطيت عليهم شوية من الزيت، حوالي يعني نص كوباية من الزيت كده. وحطيت عليهم بقى كيس صلصة كده من اللي انا مفرزاه. بعد ما دبلت شوية، بعد ما البصلة دبلت شوية كده حطيتهم بقى على النار. وطبعا الطماطم بتاعتي دي متسبكه فانا مش هسيبها تتسبك كتير قوي تاني. وضفت بقى الملح بتاعي وكمان الفلفل الاسمر والكمون، وهضيف كمان بهارات مشكله ونص معلقه صغيره من القرفه. ولو حابه تستغني عن القرفه براحتك، لو حابه تحطي شطه اللي هي شطه الحمراء المطحونه هتخليه سبايسي برضو، هتديله طعم حلو قوي. بس انا ضفت منها حوالي نص معلقه صغيره عشان ما يبقاش حار يعني قوي. بس طبعا لما بيكون في لسعة حرارة كده بيكون حلو قوي، بيديله طعم احلى. وكده الصلصة بتاعتي كانت اتسبكت وخلصت بقى. هاجي كده هضيف لها الخضرة بتاعتي حوالي ربطة كده مشكلة. وهنا بقى البصلتين اللي انا كنت مخرطاهم على جنب، وكمان قطعت عليهم قرنين فلفل اخضر كده وقرن شطة كده سبايسي. وكمان طماطمتين كده تقطيع صغير. تمام. الحاجات دي بتديله تركه حلوه قوي وهتخليه كده مشكل، لا مننا عاملينه على اللي هو مسبكين له ولا مننا يعني كاننا عاملينه الاتنين مع بعض، اللي هو مش مسبكين يعني ومسبكين له. بس وبعدين ضفت الرز بتاعي، وهنا كل كيلو ممبار بياخد كيلو من الرز. وطبعا الممبار مش بنحشيه يعني مش بيكون مليان قوي. وطريقة حشو الممبار الضاني عمرك ما هتعرفي تحشيه يعني على ما اعتقد بايدك، لازما القمة. فانا بجيبه كده وبدخله في القمع زي ما انتوا شفتوا كده، بدخل شوية كتير وبعدين ببتدي بقى احط في القمع كده وبمعلقة او اي حاجة رفيعة. ببدأ ان انا ادخل، ولما بدخل بمشيه كده زي ما انتوا شايفين عشان ابططه كده فيه ما يكونش مليان خالص. ناخد بالنا من الخطوة دي ان هو يكون متبطط كده فيه، ما ينفعش ان هو يكون مليان على الاخر عشان ما يفرقعش مننا في السوا. تمام. او بملى بقى كده وعلى ما قد ما تقدري يعني تخلي القطعة مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي عشان ما تغلبكيش، لان لو صغيرة قوي كل شوية هتقعدي تحطيها في القمع تاني. لا، الطويلة اسهل، وفي نفس الوقت ما تكونش طويلة قوي عشان تبقى سهلة عليك ان انت توزعي الرز جواه بالشكل ده. وبس كده بقى تبتدي تحشي وتوزعي كده الرز، تبططيه وتنزليه كده بايدك فيه. وبعدين لما بتخلصي خالص بتقطعي بقى حجم القطع اللي انت حباها يعني. انا هنا كنت خلصتها، شايفين طول القطعة قد ايه؟ هي كده كان طولها مناسب قوي معايا، ما كنتش عاملاها صغيرة قوي ولا طويلة قوي. بدأت ان انا اوزع الرز فيها كده، وزي ما قلت لكم بنكون موزعينه كده مبططينه فيها، مش بيكون طويل خالص. وده الطول بقى المناسب اللي انا عايزاه لقطعة الممبار. بس كده اللي هي طولها مثلا حوالي يعني شبر ونص كده بعد ما بحشيه. طبعا بوزع الرز الاول كويس وبعدين ببدأ احشيه زي ما انتوا شايفين كده، وباخد كل قطعة جديدة واعملها بنفس الشكل وابطط الرز كويس قوي جواها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ودي قطعة تانية اوريكم بدخلها ازاي. بمسكها كده وادخلها في القمع، والتانيين ادخل بقى كده كمية مناسبة منها. وبعدين اجي بقى في الناحية دي واحط الرز وابدأ انزله بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، واوزع بقى كده بايدي يعني. ونكون ماسكين القمع كده من تحت ما بين صوابعنا الاتنين عشان ما يقعش مننا. طبعا انا كنت دخلت كمية رز مناسبة فهبدأ ان انا اوزعها فيه، لان انا مش عايزاه يكون مليان خالص. وبنحركه بالراحة كده عشان ما يتقطعش مننا ما بين صوابعنا الاتنين كده. نحرك الرز ونخليه كده زي ما انتوا شايفينه متبطط كده فيه. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي خلاص وحشيتها كلها، ببدأ بقى ان انا اقطعه كده عشان اضيفه على طول في الحلة، يكون يعني سهل معايا. ما ينفعش تقطعيه بقى بعد ما يستوي، هيبقى طويل قوي وممكن
يلخمك يعني في الحله وكده، فكده افضل عشان لما تحمري. قطعته زي ما انتم شايفين كده بالطول اللي هو طول القالب الصغير ده كده، لان احنا نعمل حسابنا ان هو بيكش كمان شويه، فالقطعه دي مش هتنيها بنفس الطول ده، هتقل جامد. هنا بقى ميه سخنه على البوتاجاز بتغلي. نزلت الممبار بتاعي على طول فيها، الميه تكون سخنه جدا وتكون وصلت لمرحله الغليان. بتنزلي الممبار، ونزلت مع ورق لورا وحبهان، بس كده، ما ضفتش اي حاجه تاني. وهنغطي الحله كده، هنوارب الغطا عشان ما يفرش مننا. واعرف ازاي ان هو استوى لما الرز بتاعي يستوي جواه. مسافه ما الرز يستوي، طبعا الممبار الضاني مش بياخد وقت كبير، فهو اخد معايا حوالي نص ساعه على النار. مسافه ما الرز استوى كده ولقيت الرز اتهرى كده في ايدي، طلعته على طول عشان ما يفرقعش مننا. بس بقى، وبدات بقى طاسه سخنه على النار فيها زيت سخن جدا، بدات ان انا انزل الممبار بتاعي. وبرده ما تتكيش عليه وانتي بتحمريه عشان ما ينشفش قوي منك، لان هو بيكون رفيع وما فيهوش كميه رز كبيره. وشايفين بقى بعد ما حشيناه كده ما مليناهوش قوي، الرز لما بيستوي بيزيد فيه وبيملاه، وبيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بس كده بقى، مش بنتك عليه قوي، يا دوبك ياخد لون دهبي بسيط عشان ما ينشفش قوي مننا. وبنطلعه بقى، بيكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. بديله رشة ملح ورشة فلفل اسمر وبس كده. ما شاء الله طعمه وشكله روعة. ولو جربتوا الطريقة دي هيكون سهل معاكم جدا. والخلطة دي، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ووصفة النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لي لايك. مع السلامة.